هنعمل مع بعض عيش الحبة الكاملة المنفوخ وبالخميرة، وهقول لكم كل الأسرار بتاعته اللي ازاي ينجح معاكي من أول مرة. أنا أول مرة يا جماعة أعمله اللي هو بالخميرة فعلا، ده بدقيق الحبة الكاملة سهل جدا. اوعدك هينجح معاكي من اول مره، وهقول لك التكات والحركات ازاي ان ينجح معاكي. ده كله اسرار في الاختمار وطريقه التسويه. لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو انت مش مشتركه، ويلا بينا على الوصفه ونقول بسم الله. معايا كوبايتين ونص من الميه من الحنفيه او من الفلتر، ومعايا معلقه كبيره من الخميره الفوريه او كيس خميره، ومعايا هنا معلقتين من العسل الاسود او معلقتين من السكر العادي او عسل نحل. العسل الاسود هيعزز الشكل كده ويخليه اسمر، وكمان هيفيد جدا، وهو والسكر واحد. تمام، معلقتين من عسل الاسود. وهنا معايا بقى دي الحبه الكامله، استخدمته معاكم قبل كده في العجينه السايله، هحط لكم فيه كلمه المزيد اللي في العنوان. تمام، هحط منه 5 اكواب الاول، وهبدا بعد كده اعجن. انا بالنسبه لي اخد معايا 6 كوبايات وحوالي معلقه كده. حطيت معلقه صغيره من الملح زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وابدا بقى الم العجينه بتاعتي في منتهى السهوله. كده خلص العيش بتاعنا يا جماعه، بنلمه. هو خلوا بالكم لازم يبقى فيه جزء من التلزيق علشان يفضل عايش معاكي لاسبوع واكتر ان شاء الله، طري وحلو بره، يعني يقعد معاكي اسبوع بره التلاجة. وجوه التلاجة انا قعد معايا بالنسبه لي احتفظت بيه اسبوعين، لان انا لوحدي اللي باكل دقيق الحبه الكامله او عيش الحبه الكامله. بصوا انا هنا احتجت بقى طبعا بعد ال5 كوبايات بدات احط الكوبايه السادسه بالتدريج. بوريكم يعني انا ما زودتش عن 6 كوبايات ملزقه، بس لما تغسلي ايدك كده وتنشفيها تبدا ما تلزقش. هنحط معلقتين من زيت الزيتون. الزيت ده حلو جدا، احسن من الجراكن يا جماعه، مش بشكر فيه ولا دعايه ليه، لكن انا ده بجيبه من عند اي محل عطاره. تمام، زي ما انتم شفتوه كده. الازاز انضف واضمن كمان. احنا بنستخدمه زيت الزيتون ده اصلا من زمان، من قبل الموضوع بتاع العيش يعني. بس لفيته كده بالمعلقتين وخلاص كده تمام قوي. هغطيه ترتاح العجينه لحد ما يتضاعف حجمها حوالي نص ساعه اهو بالشكل ده. وممكن تسيبيها يعني ساعة ساعة إلا، بس ما تزوديش في مراحل الاختمار. نص ساعة كويسة جدا، احنا في الصيف. لو في شتاء يبقى ساعة. بصوا ما شاء الله، انا غطيت طبعا، غيرت الفوطه، خفت ان يلزق في الفوطه فحطيت غطا حل عادي. ممكن تحطي استرتش رول عادي جدا. بوريكم ما شاء الله العجينه تحفه، ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله روحي معايا الوش، قمر قمر قمر. يلا بينا. سبت لكم صوتي وانبهاري بان العجينه هشه جدا. لو الطبق بتاعنا ده زجاج كنت هتشوفوا بنفسكم. دلوقتي بقى اللي باقي من الدقيق نفسه، مش هحط رده ولا اي حاجه، من نفس دقيق الحبه الكامله ده. هو طبعا مليان الرده بتاعته او النخاله والدقيق بقمحته كامل على بعض. النوع ده حلو، في انواع بيبقى مكتوب عليها كده دايت، انا يعني ما ارتحت لها الصراحه، وده استخدمته قبل كده. المهم بحط شويه على الكونتر اللي انا هشتغل عليه او على المفرش بتاع العجين ده، وهبدا انزل العجين عليه بالشكل ده. طبعا علشان الطبق بتاعي خشب فتنزيله صعب شويه. لو مستخدمين طبق ستانلس او مثلا بلاستيك هيطلع معاكي بسهوله. نزلته كده بالمعلقه وهبدا الم العجينه بتاعتي، اطلع واخرج منها الهواء الزياده بالشكل ده، احط عليها كمان من فوق. بس هو كده لميتها بقفلها يعني بضغط عليها كاني بلزقها كده الحاجات اللي انا لميتها بالشكل ده. كده تمام قوي. احط عليها كده من فوق برضو. دلوقتي بقى هبدا اقسم العجينه كده زي ما هي بالقطاعه او حتى بسكينه لو ما فيش قطاعه، زي ما انتم شايفين كده. قطع مثلثات اصغر فاصغر، يعني اداني ما شاء الله تقريبا حاجه و30. ما عدتش بصراحة لأنه كان الوقت متأخر يعني، فكنت عايزة أخلص. بس هو سهل جدا. شوية دقيق بقى برضو بروح أحطهم في الحاجة اللي أنا هقطع عليها. أنا حطيت في الصينية دي، وممكن تحطي لو عندك مساحة على الرخامة أو أي حاجة أو مفرش حتى، حط عليه شوية دقيق كده وتقطعي عليه. بصوا الواحدة في حجم يعني عايزة أقول لكم البرتقانة لما تبقى صغيرة قوي. تمام، علشان احنا عايزين مقاسه، يعني احنا بنحاول ان احنا نجيب المقاس كده بتاع الخباز. اه حتى لو ما جاش بالظبط يا جماعه برضو ما شاء الله زي ما شفتوه روعه، حلو جدا.
باخد كل واحده كده بصوا بلمها، واخد من الدقيق علشان ما يلزقش في ايدي. تمام، حلو جدا اهو. عايزه اقول لكم بمجرد ما تطلعيه من التلاجة والله ولا بيحتاج تسخين ولا اي حاجه، انا باكله على طول، لان سخنتيه مجرد بس ان هو بيبقى سخن، لكن مش بيطرى. الطريقه بتاعته دي بتخليه طري اصلا على طول، بتخلي قوامه وسطي كده وجميل جدا. هقطع بقى الباقي زي ما انتم شايفين كده اهو، حطيته كله بالشكل ده. هغطيه كده يريح وحوالي ربع ساعة. دي خطوة مهمة جدا. غطيته بالفوطة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد ربع ساعة ما شاء الله، اللهم بارك، كبروا وارتاحوا. يعني عايزة أبين لكم الصوت الأصلي، بس أنا بحط لكم الصوت في مقاطع ومقاطع، أو بسيبه يعني في حتت حتت. بصوا ما شاء الله كبرت، يعني القطعة كبيرة. هنبدأ بقى بالقديم، القديم ثم الايه الأحدث ثم الأحدث. يعني أول حاجة أنا قطعناها هي اللي أول حاجة نبدأ نفردها. بحطها المفرش ده بصراحة هيساعدك في انك انت تعملي الحجم اللي انت عايزاه. هنحط كده في النص، وبنحط عليه برضو من الدقيق. مش هنستخدم دقيق أبيض نهائي خالص، ولا اي حاجه، ولا رده ولا اي حاجه، مش محتاجين، لان هو بجد كده حلو وخفيف وبيتفتح معانا للسندوتشات وممتاز. يعني بصوا الشكل فظيع يتحدث عن نفسه اهو. السمك بقى بتاعه حوالي نص ملي، السمك بتاع الرغيف حوالي نص ملي. هبدأ بقى كده اجيب الباقي، بس نحطه في حاجة او على المفرش سيليكون او مفرش قماش او على الرخامة، المهم يبقى عليها من الدقيق بتاعه كده علشان ما يلزقش. تمام بالشكل ده. واكمل فرد باقي العيش بتاعي بنفس الحجم اهو، يمين شمال كده بالنشابة. سهل بصراحة خالص، مش هاخد منك حاجة، تحسي الخير. عايزه اقول لكم البيت كله ما شاء الله اللهم بارك ريحته خير. اللي كل ما اطلع الكيس من التلاجة واخد منه احس كده بالخبيز والاجواء بتاعت امهاتنا، حاجه جميله. خير بجد والله، وجميل جدا وسهل. وبعدين انت هتستخدمي، يعني شوفي اداني مثلا حوالي حاجه و30 رغيف بنص كيلو دقيق بس، اللي هو دي الحبه الكامله. جميل جدا. بصوا انا حطيت كيس علشان اعمل دور تاني، بس الحركة دي خليته يعرق شوية من تحت، فبلاش. يعني يفضل تحطه على قماش او على رخامة او على صينية، ويكون عليها دقيق. تمام. بس هسيبه بقى كده كمان ربع ساعة بس، وابدأ بقى في الخبيز. بصوا ما شاء الله بعد ربع ساعة، يبقى اول حاجة العجين نص ساعة، بعد كده قطعناه وخليناه ربع ساعة وهو قطع كده مكورة، وبعد كده لما فردناه عيش قعد كمان ربع ساعة، 10 دقايق ربع ساعة بكتير. يبقى المجمل كله على بعضه ساعة. بصوا ما شاء الله اللهم بارك انتفخ ازاي التخمير. بصوا لتحت ما شاء الله اللهم بارك. بصوا قادر ازاي اهو. يلا بينا على الخبز. الخبيز طاسة ما يكونش بيلتصق فيها حاجة، يعني تيفال مثلا، وعلى نار عالية خالص، على أعلى نار، وبعد كده هنخليها وسط. بصوا الشكل. بس أول ما تسخن بتحط الرغيف من غير أي حاجة يا جماعة. بصوا انتفخ ازاي ما شاء الله زي البالونة، ومن غير ما تضغطي عليه من الجوانب ولا من النص ولا أي حاجة. انت مش هتضغطي عليه ولا هتحركيه أصلا، سهل جدا، الموضوع أسهل ما يمكن. وبنقلبه على كل وجه كده، ما بياخدش ثواني، يعني حوالي 5 دقايق اول ما يتشمع بنقلبه على الوجه التاني. وبعد كده بمنديل مطبخ كده زي ما انتم شايفين رحت شلت الرده دي. الرده طبعا في من فوق وتحت سوري الدقيق بتاعه يعني، فبيسود، فبنشيله كده من على الجنب. وبعد كده بتخلص من دي اللي هو الاسود اللي سود ده. بصوا اهو برضو اول ما يتشمع اقلبه على الناحيه وينتفخ اقلبه على الناحيه التانية. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، عمل لي الكميه دي كميه وفيره وحلوه وروعه، وبيتفتح معانا وحاجه كده تحفه جدا. يعني هوريه لكم هو بيتفتح برضو. بصوا الشكل ما شاء الله ما شاء الله بجد، يعني حاجة فخمة وحاجة جميلة ونظيفة، مش هتاخد منك أي مجهود. سندوتشات بقى، ولايك وشير، ومع السلامة.